إلا سولني شي واحد شنو هو أكبر قاتل الأحلام، غادي يكون الجواب ديالي مقتصر في كلمة وحدة واللي هي التسويف. بلا ما نكثر عليكم خاصني نوصل الفكرة دغيا شنو هو التسويف وشنو هو المقصود منه. أول حاجة خاصك تعرفها أن كلمة تسويف مأخوذة من كلمة سوف، يعني التسويف بكل بساطة هو ملي كتأجل الحوايج ديال اليوم وكتقول غادي نديرها غدا، ولا غادي نديرها مني نشري كاميرا مزيانة، وبزاف ديال الأعذار اخرين اللي تافهين الصراحة. المهم قبل ما نكملوا الفيديو، الا كنتي اول مرة كتشوفني ولا كتشوف هاد لاشين ديالي ما تنساش دير معاك متابعة وتفعل زر الجرس باش يبداو يوصلوك الفيديوهات ديالي. المهم نبداو دابا. اختصار لهاد الشيء كامل فين كتولي كتأجل اعمال ديالك الاوقات الثانية، وتيقني هاد الاوقات هادي ما غاديش توصل كاع. هاد الشيء علاش خليني نوريك شنو كيطرا في عقلك باش يبدا ينتج ليك هاد التسويف هذا وهاد السم القاتل الاحلام ديالك. كبداية انت كتكون في شي حاجة ضروري خاصك ديرها، مثلا واجب دراسي ولا مراجعة ولا خدمة، ولكن انت ما باغيش ديرو، والشعور ديالك وانت ما باغيش دير داك الشيء كيبرمج الدماغ ديالك وكيفعل فيه البلايص ديال الالم. كما كنعرفوا عقلك ما كيبغيش يحسسك بالالم كاع، ولا هو براسو يحس بالالم، في الاخر هو كيحاول يبعدك كيديك الفكرة اخرى اللي كتكون ممتعة اكثر وبشكل مؤقت. مثلا انت عندك مراجعة وتجمع عليك الدروس بزاف، كتحس بالالم وبالرخاء وبالعيا، وهذا الشيء بسبب العمليه اللي كدار في الدماغ اللي قلناها دابا قبل بشويه. وهكا كيولي الدماغ كيقول لك خليها النهار قبل من الامتحان وراجع باش ما تنساش المعلومه دغيا. وفي هذا الوقت هذا خليني نرتاح ونحيد عليا هذا الضغط هذا. ولكن المشكله انت الحاجه اللي ما عارفهاش كتزيد الضغط كتر وكتر، وبالتالي تا المراجعه غادي تكرهها كتر بسبب الضغط. واخا علاش ما بديتيش كتراجع شوي بشوي؟ بكل بساطه حيت التسويف سيطر عليك. ما تخافش حيت كاينين دراسات كيقولوا بلي 95% من الناس على وجه الكره الارضيه كيعانيو من هاد المشكله هاد. بما انه انت من 95% فهاد الشيء كيتعتبر طبيعي وماشي بوحدك. وهاد الفيديو هذا موجه للولاد والبنات، ولكن دابا هاد الفيديو ليكم بجوج، خاصكم حلول وانا غادي نعطيكم اكثر من حل واحد، ولكن نتوما اللي عليكم انكم خاصكم ما تاجلوش هاد الحلول هادي كاع، حيت بكل بساطه الا اجلتوها غادي تكونوا بحال كتكبوا الماء في الرمله. هاد الشيء علاش خاصكم تركزوا معايا مزيان، ومورا هاد الفيديو هذا بداو تطبقوا مباشره. اول حل هو انه خاصك تهضر مع راسك بصوت عالي. مني كتحس براسك كتقول تا الغدا ونديرها، هضر مع راسك وغوت على راسك وقول نوضي هاد المكلخ ودير داكشي اللي خاصك ديرو قبل ما يتعاود نفس السيناريو بحال ديما. بصح هكا خاصك تكون، سموحات على هاد الهضره هادي، ولكن والله تا هكا خاصك تكون قاسي على راس. والله تا هاد الحركه كتنفع في الرياضه وفي انجاز المهام وفي كل شيء. هضر مع راسك، عاير راسك وغوت على راسك، في الاخر كتموتيفا وكتنوض دير داكشي اللي كان خاصك ديرو. الحل الثاني هو ركز على الوقت وماشي الكميه. مثلا الا قلتي انا عندي بزاف ديال الدروس في الرياضيات ومجموعين عليا اوف ربي، كيفاش غدير وانت كتفكر هكا وكتفشل راسك اصلا قبل ما تبدا؟ لا، قول بسم الله وغادي نراجع 25 دقيقه وغادي ناخذ 10 دقائق استراحه. في هاد 10 دقائق هادي دير كاع داكشي اللي كيعجبك ديرو، مثلا تلعب جيم فري فاير، وهكا كتنشط العقل ديالك باش تقدر تبدا ال 25 دقيقه الثانيه. وبامورها كتاخذ عاوتاني 10 دقائق ثانيه استراحه، ولكن راه خاصك تكون شديد وتلتزم بها. وهاد التقنيه ديال تركز 25 دقيقه وتاخذ 10 دقائق راحه تسمى تقنيه البومودورو. شوف ممكن تقلب عليها اكثر حيت غادي تسهل عليك الحياه بزاف. الحل الثالث هو تبدا بالحاجه سهله والحاجه اللي كتعجبك واللي كتبغي. دابا شوف ابسط حل للتسويف، غادي ندير هو تبدا. المشكله ديالنا حنا البشر هي كنفشلوا راسنا قبل الخطوه الاولى، ولكن الحاجه اللي خاصك تعرف هي انه غير تبدا كلشي غادي يبان لك ساهل. راه حنا بوحدنا اللي كنعقدوا الامور في الاول. انا بزاف ديال المرات كنكون عيان وما قادرش نصاوب فيديو، ولكن كنهضر مع راسي وكنغوت على راسي وكنموتيفي راسي وكنوض كنبدا، وتيقني والله غير كنبدا كنستمتع باللحظه بلا ما نحس.
هادشي علاش تفكر ديما ان المشكله غير في البدايه صافي، اما غير تبدا غادي تلقى راسك غادي في الطريق ومزيان وباخر. هادشي علاش بدا بالحاجه اللي كتعجبك وكتبغي ديرها. في حالات عندك بزاف ديال الحوايج ديرهم باش تخلي راسك دير دوك الحوايج الصعيبه، وهذه نصيحه مني ليك. غير تحس بالملل والعجز من جهه شي حاجه واجهو وسير ديرو وبدا فيه. انت صاحبي غير جرب، تيقني غير تبدا العضلات ديالك غادي تسخن وما غاديش تحس كاع انك كتحاول تهرب من الانجاز. وديما قسم الخدمه ديالك الاوقات، ما تبقاش 2 سوايع حتى 3 كامله وغادي يولي الجسم ديالك كيضرك وظهرك يتقوس والرقبه ديالك تضرك وترصى. خدم 25 دقيقه، خدم 25 دقيقه واستراح 10 دقائق، تيقني غادي تولي مشارجي وعندك طاقه باش تكمل. والحل الرابع هو تبعد عليك اي حاجه ممكن تلهيك وتشتت التركيز ديالك. تيقني هذه اهم خطوه واهم حاجه خاصك تعرفها، هي ان منين تكون عندك شي حاجه باغي ديرها، اول حاجه خاصك ديرها هي تسد التليفون ديالك، حيت هو رقم 1 في الالهاء والتشتيت. ميساج واحد ولا نوتيفيكاسيون يقدر يديك المده ديال ساعه ولا اكثر. غادي تدخل تجاوب على ميساج وغادي تدوز من لي ميساج اللي ريه، وكتلقى راسك بديتي كتقلب وقلبتي 4 سوايع وبلا ما تحس. واخا حنا كاملين عارفين ان هاد الفيديوهات القصار شحال كياخدوا من الوقت ديالنا، وهذا الشيء كينطبق على اي حاجه ممكن تلهيك بحال التليفون ولا التلفازه ولا اي حاجه اخرى. الا كان تليفونك هو اللي كيلهيك حاول تعطيه لامك ولا باك يخبيوه ليك، وهكا ما غاديش تقدر توصل ليه، وهكا غادي تمل وما غاديش تكون عندك شي حاجه اللي تقدر تلهيك. مباشره غادي تمشي دير خدمتك اللي كتسناك من شحال هادي، حيت حنا البشر الا جلسنا نص ساعه بلا ما نديرو شي حاجه غادي ننعسو. فالعقل ديالك غادي يخليك تحاول دير اي حاجه. ديما تفكر باللي خاصك تبعد عليك اي حاجه الوقيته ديال الخدمه ديالك، وتيقني راه تا واحد ما غادي يخدم بلاصه. المستقبل ديالك بين يديك والوقت ما غاديش يساينك. كي خدمتي كيما خدمتي كيبقى غادي، وبالصراحه كيمشي بالزربه. انت كتقرب للنهار ديال النهايه ديالك ومازال ما درتي حتى حاجه. صافي انت وانتي الولاد والبنات نتوما كبار وعاقلين، نتوما اللي كتحددوا واش تشدوا التليفون 5 سوايع ولا لا، نتوما اللي كتحددوا واش تغيروا حياتكم ولا لا. ما تلقاوش حجاج، المصير ديالكم بين يديكم، والله سبحانه وتعالى باغي الاسباب تجي من عندنا وهو يكمل، والاسباب كتختلف. فراه كاين اللي كيسبب النجاح وكاين اللي كيسبب الفشل، فكر فيها مزيان. كان معكم زكريا بسلام، تهلاو.